السلام عليكم. رمضان كريم عليكم. عندنا النهاردة الكنافة، هنعمل لها كده محشية بالمكسرات. المكسرات كده هنعملها، الحشوة بتاعتها هتكون ماسكة، مش هتنزل كده من القطعة بتاعة الكنافة. طريقة بسيطة وسهلة وهتنجح معاكي من أول مرة. هنبتدي بقى مع بعض الوصفة، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونترحم على جميع أمواتنا ويخلينا كل عزيز علينا يا رب. شايفين الكنافة بقى كده وجمالها؟ مفيش احلى من الكنافة في رمضان. هنبتدي بقى نجهز للشربات. عندنا 2.5 كوباية من السكر، هنحط عليهم 1.5 كوباية من المية. تقدري تحطي 2 كوباية من السكر وتحطي معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. لو ما عندكيش العسل الكلوكوز عادي جدا، بنحط 2.5 كوباية من السكر عليهم 1.5 كوباية من المية عليها. بعد ما المية بتغلي بعصر عليها عصرة ليمونة واسيبها على النار بتاخد 10 دقايق. هنحضر للحشوة. عندنا سوداني محمص وبحط عليها شوية من جوز الهند، وطبعا الحشوة دي اختياري، حابة بقى تحطي اي نوع مكسرات تاني مفيش اي مشكلة. السر بقى اللي بيخلي المكسرات دي ما تفرفتش منك لما تيجي كده تاخدي القطعة تلاقيها كاملة كده والمكسرات كده ماسكة فيها، وهو ان احنا بناخد معلقة من العسل اللي احنا جهزناه او الشربات اللي احنا جهزناه للكنافة. وللعلم قبل ما انسى، شربات الكنافة بيكون تقيل مش خفيف. بحطه عليه كده وبقلبها كويس كده وبتكون عندي الحشوة كده جاهزة. بنحضر بقى للكنافة. عندنا نص كيلو من الكنافة، بتيجي في الكيس بتاعها، باخدها بفكفكها كده بايدي. عندك طريقتين، يا بتخلي بتفكيها بايدك يا اما بتفكيها في الكبة. طبعا ده اختياري واللي بيريحك اللي انت عايزاه. انا بحطها كده بفككها كده شويه بايدي الاول، لان لما بحطها في الكبه وهي بالطول بتاعها بتلف حوالين السلاح بتاع ال الكبه. فقطعيها شويه كده وحطي شويه بشويه كده صغيرين في الكبه وبفرمها شويه، بتكون بالطريقه دي. شايفين؟ لا ناعمه قوي ولا خشنه. لحد ما بخلص بقى كل الكميه اللي عندي نفس الطريقه، بعمل نفس الطريقه لحد باخد شويه بشويه واطحنهم عندي بالكبه. طبعا اسهل واريح بكتير. المهم جدا ان عندك الكنافه بتكوني مخرجاها قبلها وسايباها في الهواء شويه، تكون زي تنشف شويه، او تكوني سايباها في الفريزر واول ما تخرجيها على طول تستخدميها عشان تبقى سهله الفرم معاكي وما تغلبكيش. بعد بقى ما عندي كميه الكنافه كلها كامل عندي خلاص، يعني طحناها وامورها تمام، باخد بقى عندي كوبايه من السمنه بحطها على نص كيلو الكنافه اللي عندي، وببدأ بقى كده أعجن بيها بإيدي كويس جدا. ولازم مهم جدا إن كل كده يعني ذرة من الكنافة تكون شاربة من السمنة. بعمل بقى كده زي ما انتوا شايفين لحد كده ما اطلع الكنافة عندي زي المندية كده، زي كأنها مبلولة مية. بيكون هو ده الظبطة بتاعت صينية الكنافة بتاعتنا. بعد ما بخلص بقى تقليب هنحضر بقى للصينية بتاعتي. باخد الصينية بدهنها سمنة، وبعد بدهنها كويس والأطراف كمان، وبنزل جزء بقى من خليط الكنافة دوت في الصينية بتاعتي وبكبسه كبسة كويسة جدا. مهمة جدا النقطة دي، لأن هو ده اللي بيطلع لك قطعة الكنافة عندك مظبوطة كده وطلع كاملة، لأنها احنا كبسناها وخليناها كده ايه، تمسك في بعضها. تقدري بقى تضغطي عليها باي صينيه اصغر من اللي انت حاطه فيها الكنافه، تقدري بايدك كده تضغطي عليها زي ما انت عايزه طبعا. بس ومهم جدا نقطه، الصينيه ما تعمليهاش كبيره. الصينيه يعني الكنافه لازم تكون سميكه، فاحنا عايزين الصينيه تكون صغيره شويه عشان تيجي السميكه او السمك بتاعها كويس، ما تجيش خفيفه او رفيعه فتبقى ناشفه جدا منك او مش مظبوطه. بعد بقى ما بخلص زي ما انتم شايفين كده كان عندي طبق، وشويه بشويه باخد وبضغط الضغطه بتاعي كده احس ان انا كأن القاعده دي عندي اتثبتت تمام. بعد كده بنزل بقى بالحشوه بتاعتي، بوزعها كده على الصينيه كامل وببعد طبعا عن الاطراف. مش عايزه اقول لكم ريحه الحشوه تجنن، هقول لكم كده تركه: جيبوا دايما السوداني ني، جيبوه دايما ني. وكل ما تيجي تعملي وصفه ولا حاجه خدي شويه وحطيها تحت الشوايه في الفرن، ويعني من فتره لفتره كده
كده قلبيها، بتاخدش منك القصه كلها 6 7 دقايق، بتتحمص معاكي. السوداني بيطلع طعم وريحه، حتى في الحلويات بيبقى مميز جدا. يعني اول ما تبتدي كده اي حلويات، اول حاجه تحطيها المكسرات، وابتدي الحلويات بتاعتك قرب ما تكوني خلصتي الوصفه بتاعتك بتكون جاهزه عندك. السوداني بيبقى متحمص وبيبقى طعمه لذيذ جدا وفعلا مميز. بحط الجزء التاني بقى بتاع الكنافه بتاعي، وبرده بعمل فيه نفس الطريقه، بكبسه كبسه كويسه جدا عندي بالصينيه، وبيكون بقى عشان تيجي كلها القطعه بتاعتي كامله كده وتيجي امورها تمام. شايفين بقى انا كبستها تمام، بدخلها الفرن. شايفين الجوانب اول ما تحمر تعرفي ان هي احمرت من تحت. عندي بقى باي طبق بقلبها وبرجعها تاني في الصينيه، واسيبها كمان قيمه 10 دقايق لحد ما تاخد كمان لون كمان ذهبي كده من تحت. وببتدي بقى بعد ما تخرج بيكون الشربات عندي بارد، وباخدها كده يعني بسقي بيها الصينية عندي تمام كده. وشايفين بقى بيكون كده عندي الكنافة جاهزة، مفيش أجمل من كده. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وشكرا ليكم على كل حاجة، واشوفكم على خير. سلام عليكم.